مشاهدي الليلة رجعنا لكم مرة ثانية بستكمل لقائي مع ضيوفي. ارجع الاستاذ عبد العزيز البرولوسي. ارجع نقول ان هل حالة الطوارئ في هذه الحالة امر حتمي بالذات؟ البعض بيقول ان المفروض في حالة الطوارئ ما يكونش فيه مسيرات. البعض بيقول او بيطالب ان لابد من الامن القومي ان هو يعرف ان خروج المسيرة او قبل خروجها من المساجد المفروض يتم تفتيش كل من خارج بالمسجد عشان يطلع مسير، عشان بيقول لك معهم اسلحه. فرأي حضرتك ايه في فرض حاله الطوارئ في هذا التوقيت بالذات؟ انا كسياسي وغير السياسي انا ضد الطوارئ، لكن نتكلم في قانون الطوارئ بيطلع امتى؟ في حاله الكوارث طب هو ما طلعش يا استاذ عبد العزيز في الوقت يعني هيطلع لا ما انا اكمل لك اهو بقى. انا بقول لك وجهه نظر الشخصيه، لكن امتى بيطلع قانون بيفعل قانون الطوارئ؟ في حاله الاوبئه. يعني انت مع او ضد قانون الطوارئ؟ ما لسه هقول لك. انا بقول لحضرتك في حاله الاوبئه او الكوارث او الاقتتال الاهلي، ودي حاله احنا في حاله اقتتال اهلي تقريبا. ده يبقى اللي حضرتك بتقوله يبقى كده انا في الحاله دي بتفق تماما ان قانون الطوارئ يفعل ويفعل بكل قوه وحزم، لان ده طبعا اذا كنت انت بتحافظ على هيبه الدوله اللي احنا عرفناها احنا الثلاثه مع بعض في الاول دلوقتي، وقلنا ان هي ارض وشعب وسلطه، فلازم احنا خلاص احنا دلوقتي داخلين. انت عايز تعمل لي افتتان اهلي وعايز تعمل لي اقتتال داخلي، يبقى هنا يفعل قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ما ينفعش فيه بقى تبقى فيه مظاهرات ولا اعتصامات ولا الكلام ده كله. انت في قانون طوارئ يبقى احنا بنلتزم بالياته. بآليات الطوارئ بقى حضرتك اذا كان في حظر تجول يبقى نلتزم بيه. احنا الدوله الوحيده اللي بتنزل تتفرج على حظر التجول، والدوله الوحيده قوي اللي بتزعل لما يقول لك ايه ان الزلزال جه وما حسيناش بيه. ايه ده كان في زلزال امبارح يا والله ما حسيت بيه. ايه ده انت في حظر تجول ينزلوا يتفرجوا على حظر التجول. يتفرجوا على حظر التجول. طب استاذنك معانا الاستاذ محمد ابو فرحه مؤسس الو مجله الكاتب. مجله الكاتب. ايوه الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت شايف قانون الطوارئ، وهل قانون الطوارئ فعلا المفروض يتم تنفيذ منه بنود ايه؟ يعني هل من الممكن اغلاق بعض القنوات اللي المفروض ان هي بتطلع بيانات خاطئة، ومصر المفروض يكون لها سيادة حتى لما يكون في اي دولة اجنبية لابد انك تحترم المكان اللي انت فيه وبتحترم الدولة اللي انت موجود فيها. انطباعك عن الموضوع عموما انت شايفه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا لازم نشكر جيشنا وشرطتنا، دي اول حاجة. الشعب كله نزل قال يا جيش. الجيش والشرطة ايضا لابد نشكر الاثنين. طبعا ايوه طبعا. فالجيش الحمد لله لبى اللي احنا عايزينه. أيوة. ونزل هو والشرطة وحلوا ازمة جامدة جدا. حضرتك ما تصدقتي ان اعتصام رابعة كان السني، اعتصام رابعة دوت كان في الاساس مبني على ان هم ياخدوا حته من الوطن يبتدوا يكبروا بيها. احنا ما كناش مصدقين ان الحقائق على الشعب المصري بالظبط. ده اللي حصل، فكان لازم يتحل الموضوع ده في اسرع وقت، وكان لازم يتحل قبل رمضان. يعني بالعربي كان لازم يتحل لما مع التخفيض على طول. ايوه. بس هم انتظروا اثناء رمضان، وعدى رمضان والثانيه الناس تدخل في العيد، والحمد لله ان هي اتحلت باقل خسائر. يعني الحقيقه كان في حاجه انا عايز اتكلم فيها دكتور، معلش. اتفضل. الدكتور البرادعي عمل خيانه وطنيه للشعب المصري، انا بسميها خيانه، لان احنا في وقت لازم كلنا نأيد الحكومه. لما يحصل اي مشكله في الحكومه اللي موجوده حاليا يبتدي يبين للعالم ان خلاص اوراق السوق تتساقط عنها، وان الناس خلاص بتبعد عن الحكومه، بيشتمنا بالقذافي او بيشتمنا ببطاقه. طيب الرساله وصلت بالنسبه للدكتور البرادعي. الرساله وصلت ورجع عنه نرجع تاني للماضي ونقول له تعالوا انتوا في البلد واعمل فاشيه دينيه. كل ده كان غلط، كل ده خيانه وطنيه. حتى في واحد ضابط طلع في التلفزيون اتكلم امبارح قال لك ان محمد البرادعي قال لازم تحذروا الناس ان احنا هنهجم، ودي عمرها ما تحصل. طب الجزئيه الاخرى خلاص الرساله وصلت بالنسبه للدكتور البرادعي. يعني ان هم يبتدوا يتحذروا المفروض اللي بتعمل اعتصام وهتكتب تعاصر الاعتصام وتهجم مره واحده. ما ينفعش تقول احنا نهجم الساعه 7 وساعه 6 الساعه كذا. البرادعي صمم ان لازم نرجعهم ونفجرهم عشان يمشي، وده كان غلط. احنا حاطين ان نبتدي نفرقهم واحده واحده بالسلم، ده كان المفروض يحصل. بس ادي الناس. النقطه الثانيه وقت الشده ده كل واحد بيعرف معدنه. وكمان الاستاذ عبد العزيز بيقول لك لما هو كلام منسحب قبل كده
لما كان او كان بيجري، يعني الراجل بيتعود على الهروب وقت المسؤوليه. ما انت انا الرجال مبان، الرجال ما بانوش غير وقت السجن. دي حاجه عايز اتكلم فيها. اتفضل. النقطه الثانيه بالنسبه لتركيا والتأثير اللي حصل فيه ميسي 4 وكان يتكلم اردوغان علينا عشان ميسي اكتر. طب معلش انت بتتكلم عن الناس عندك اخرتهم وحطيتوا بجانب الجد، يعني عندنا حطيت الملكيه في الارض والمجال. في ميدان تقسيم احنا شفنا تفريق المظاهرات هناك كانت ازاي؟ في ميدان تقسيم اول مدعى في امريكا شفنا فض المظاهرات كانت ازاي؟ وفي لندن في حاجه عندنا يعني والسبعين في السنة كأننا قتل الناس جميعا. يعني لما انت تقتل واحد دول كل قتلت الناس كلها، يعني مش فاكر بقى تقدر 4 ولا 2 مليون، بس كلها ارواح وكلها يعني خساره لشعب مصر طبعا انك ارواح من هنا. هو احنا بجد احنا كلنا مع الشرطه وبنأكد ان فعلا الشرطه فعلا عملت بطولي. احنا ما كناش مصدقين ان فض الاعتصام رفع العدويه يتفض بهذه الصوره او بهذا التوقيت بالذات وبهذه الخسائر. بس كان في يعني احنا كنا بنعيب دايما على ان الخروج الامن كان في كميات خرج وكان في سيارات مفيمه كان المفروض يتم تفتيش هذه السيارات يتعرف مين الموجود في هذه السيارات علشان احنا كنا نتمنى ان احنا يتم القبض على احد افراد الاخوان في هذه الفترة. الو الاستاذ محمد ابو فرحة، هل تسمعني؟ اشكر استاذ محمد ابو فرحة. كان شفنا ان الخروج الامن كان في ربع العدوية، كان في بعض من السيارات المفيمة كان اللي خرجوا اللي راكبين فيها لم يتم تفتيشهم. خلينا حي محمد ابو فرحة بس عشان ده حضرتك قناة الدلتا، هو صديق شخص قناة الدلتا، هو بيتكلم بصورة انفعالية شديدة جدا وهو عشان قلبه على مصر. كل الحلقات تقريبا اللي بتذاع على الدلتا هو بيرفعها على النت على الوسيلة الإلكترونية، وده يملك تقنيات لكده وراجل مؤهل جدا علميا يعني في الثروة العلمية دي. هو صديق جيد لقناة الدلتا ودائم التواصل مع قناة الدلتا يعني. حضرتك بتتكلم في قانون الطوارئ. لا هو فعلا انا بتفق معاك، لازم قانون الطوارئ يفعل على اساس احافظ على سياده الدوله. حظر التجوال لازم ناخد فيه خطوات جاده. مش يفعل بس يفعل ويطبق بشده وبحسم وحسم. مبدئيا احنا شفنا هيبه الدوله، يعني شفنا يوم الاربعاء الكل حس ان هيبه الدوله المصريه رجع لاصله 100% لما اتنفذ القانون. هل تنفيذ القانون فعلا بيعيد للدوله هيبتها وقوتها؟ ولما ينفذ قانون الطوارئ بكل حرفيه وبكل كانه بيد من حديد يتم تنفيذ القانون. ما هي دي السلطه، سلطه الدوله. ما هي دي السلطه. ما احنا قلنا تعريف الدوله ايه؟ سلطه تجبر الناس على تنفيذ القانون واحترامه. بالظبط. لما انت دي ما هي دي الدوله، ده تعريف الدولة. وما هي الدولة لو مش سلطة وبتنفذ وتفعل القانون تبقى اي حاجة تانية. تبقى قبيلة، تبقى كيان في الصحراء، في جزيرة، في بحيرة، في بتاع الكلام ده، تبقى عزبة مثلا. تبقى عزبة، لكن هي عمدة من غير شغف. بالظبط كده. بس انا تحضرني حاجة يعني عايز اقولها في عجالة. وكلت يوم ان اكل الثور الابيض. العرب كان موقفهم مشرف. ليه؟ لان بعد سقطة العراق ملك السعودية بصراحة الكلمة بتاعته اثلجت قلوب كل المصريين، الكل كان بيسمعها وكأن فعلا حس ان اخوه الكبير كان معاه، ابوه كان معاه. بجد كل المصريين فرحوا من قلوبهم لما الملك السعودية قال هذه الكلمة. استاذ الفاضل انا لا مش هقدم له احترام، ده واجبه لازم انا بشكره. لا ما انا هشكره على راسنا، لكن هو رجل يعني بيفكر بسياسة وموضوعية تامة. هو حضرتك لما سقط الجيش العراقي فكرنا بالملك فيصل مش كده؟ كان موقف مش فكرنا، هو ده مش جديد على السعودية، لكن رحمة الله عليه. لكن انت لو بتبص الامن قومي للمنطقة بقول لك اكلت يوما اكل الثور الابيض. لو الجيش المصري سقط المشروع الاستعماري في المنطقة سيعاد تنفيذه بحرفية، وده اللي فطنت له الامارات والاردن والكويت والسعودية. لا حضرتك احنا لو نرجع للتاريخ اول ناس كانوا دعماء للاخوان المسلمين كان الامارات. سياسة الارض المحروقة بنجد ان الاخوان المسلمين حرقوا العديد من المنشآت، الكنائس، الكلام ده كله. هم بيحاولوا يهدموا الشرطة، بيحاولوا يهدموا الجيش، بيحاولوا يهدموا القضاء. بتشوف ده ازاي؟ عايز سؤال لحضراتكم انتوا الاثنين.
والله هو محاولة يائسة، اللي هو اليائس انه خلاص ما عادش في ايده حاجة، فيلا يبقى يحكمكم يحرقكم. دي سياسة القصد المحروقة اللي بتتبعها الاخوان، ان هي تهد الدولة. ان احنا لما كنا موجودين كان في دولة، البنية الأساسية للدولة، كيان الدولة كدولة. ما الدولة هل هم عايزينها عزبة؟ انهار الجيش، انهارت الشرطة، خلاص انتهت الدنيا. وانهيار الجيش ده على فكرة هم عايزين صورة الانفلات الأمني اللي حصل قبل كده، عايزين الصورة دي ترجع 25 يناير بعد 28 يناير تعدى على الأقسام بمنهجية ترجع تاني ويقتحم السجون وتعدى على الأقسام هل الأيام بتعيد بعضها؟ لا، اقتحام السجون، الجزئية اللي حصلت الشرطة يعني الايام، انت شايف الايام بتعيد بعضها. خليني اقول لك ان احد اسباب او السبب الرئيسي لثورة 30 يناير لو تذكر سيادتك معاليك أربكيان لما جه يتكلم لما نجح بالظبط زي مرسي ونجح عبر صندوق الانتخابات، وكان راجل جاي انتخابات شريفة على فكرة هتلر برضو كان نجح عبر انتخابات وتحول الى دكتاتور. ايه اللي حصل في أربكيان وتغاضى أردوغان بعد كده؟ أربكيان تغول على الدولة العميقة. نجم الدين أربكيان، ايوه، تغول على الدولة العميقة. عدا الجيش، القضاء، الشرطة، أركان الدولة. ايوه، انت عايز تعمل امن موازي عشان تمكن الدولة، اتجهت للتمكين واغفلت الدولة فقلبت كل الدولة عليك. انت كده يعني اللي حصل بقى أردوغان جه عمل ايه؟ ما اخطاش الاخطاء اللي خطأ فيها نجم الدين أربكان، وجي عمل ازاي؟ عمل اصلاحات سياسية واصلاحات اقتصادية الاول في تركيا. انا اسف على كده، تركيا كانت تروح السعودية تشوفهم ماسكين سياخ شاورما، ولا كانوا هنا في القاهرة بيشتغلوا في الكافتريات والكافيهات وبتاع والكلام ده وتسولوا. بقت دلوقتي تركيا دولة من الدول العظمى ودولة صناعة قوية، ما حدش قادر يقف قصاده لما هي حصل بتاعت حركة التمكين. فجم ناس تصدت له في التقسيم دلوقتي، ما حصلت تصدي قوي. لكن انت بدأت تتغول من اول يوم عايز تعمل التمكين، فتغولت على كل الدولة العميقة من قضاء وشرطة وجيش. انت بتعمل ايه؟ انت بتهد الدولة، هد اركان الدولة، بتهد اركان الدولة. خلينا نتكلم في الوقت الراهن. احنا شفنا الخسائر الكبيرة اللي في وزارة المالية، شفنا الخسائر الكبيرة اللي في المقاولين العرب، شفنا الخسائر الكبيرة اللي في البحيرة، في محافظة البحيرة. ازاي يتسرق 150 عربية بكل سهولة في وزارة المالية؟ ازاي يتم حرق مبنى ضخم في المقاولين العرب؟ هو ده اللوم اللي بيوجهه للشرطة بقى حضرتك. لا مش الشرطة، لا قبل الشرطة. انا قايل لك البعض بيقراها بصورة ثانية. بص يا معالي الباشا، انا قايل لك ده، انا قايل لك ومسمي لك الكلام، قلت لك لو ده ما حصلش هعمل وهعمل واسوي. ايوه يا اخي، ده انت خدت نفس المنهجيه بتاعه 28 يناير بالنص. يعني ايه تتعدى على قسم الشرطه؟ ما حصلش. ايه تتعدى على قسم الشرطه؟ السيارات دي في اي وزاره؟ ده مش كده. وزاره الماليه ازاي تتعدى على قسم الشرطه وتقتل كل اللي في قسم الشرطه، رغم ان ده حصل قبل كده بنفس المنهجيه دي؟ يعني انت ما بتتعلمش من اخطائك يا راجل. انا قلت لك انا حرقت اقسام الشرطه كلها في 28 يناير، 99 قسم شرطه رايت ان تايم في نفس الوقت. جيت دلوقتي حضرتك قلت لك لا، انا جه محمد بالتاج وقف لك نص صريح كده، قال لك ده لو حصل هحرق لك البلد وهنولع في البلد وهنعمل. الراجل بيدي تحذيرات صريحه، وانت ليك تجربه معاهم صريحه. انت ما يعني انت ليه ما بتتعلمش من الدرس بتاعك ده؟ عشان ارجع اقول لك ان الشرطه بتعمل ب 40% من كفاءتها، ان مراجعه الملف الامني في مصر لازم تتراجع، ان احنا لازم نرفع من كفاءه الشرطه عددا وعتادا وعدا. احنا بالفعل نعاني في قصور امني، ولولا ان الجيش مؤسسه متماسكه ناجحه وجافيه على ارض الواقع بقوه، لما التف حولك العرب ولما التف حولك المصريين. انت اللي قعدت بناء الدولة بالجيش. الشرطة على راسي مشكورة، جهدكم مشكور، لكن انا عايز هل انت بتطلب ان الامن القومي يرجع تاني بكل قوة في هذه الفترة؟ اصل من المفروض ان الشرطة هي بتمنع وقوع الحدث، مش بتيجي بعد الحدث. المفروض يكون لها رجالة في كل مكان بتعرف ان هنا الاخوان هيقتحموا هذه المنطقة، الاخوان هيحرقوا هذه المنطقة، فتقدر تكون حذر. لكن اللي حصل في وزارة المالية او اللي حصل في المقاولين العرب ده عليه علامة استفهام. لماذا
سرقة انت بتسأل حضرتك بسرقة 150 عربية، ازاي مفاتيحها تطلع؟ ازاي في هذا التوقيت؟ ازاي؟ في هنا علامة استفهام. ما هي علامة الاستفهام؟ ازاي استاذ الفاضل؟ انا بشوف مربطها والاساسي كله اساسا في غياب، مش في غياب الشرطة. الهيكل الشرطة زي ما قال الاستاذ عبد العزيز. طب هل حد بيساعدهم يا استاذي؟ هل في مساعدة؟ انا ما اقدرش اخون حد واقول حد بيساعده، ولكن زي ما اتفضلت حضرتك وقلت ان واجب الشرطة او مهمة الشرطة ان هي تمنع وقوع الجريمة قبل ما تقع، قبل ما تحصل. بالظبط. دي بتعتمد على ايه؟ يعني احنا قلبنا كان بيحترق على محافظة الجيزة. مبنى محافظة الجيزة هو بيحترق، مبنى اثري، مبنى حرام ان هو هذا المبنى يحترق. عندي معلومات، ازاي المفروض يكون عندي معلومات؟ يبقى انا في هنا عندي قصور في المعلومات. دي الثغرة الوحيدة اللي ظهرت في الفترة دي، ثغرة قصور في المعلومات المتاحة والمتوفرة لدى جهاز الشرطة. لو في عنده كم كافي من المعلومات كان قدر يأمن مبنى مديرية أمن الجيزة. بس عنده أمن قومي موجودين هذا لسه موجود. في كفاءات كتير أطاح بيها الإخوان. في كفاءات كتير ركنوهم على الرف. وبرضه يقال ان وزير الداخلية ان ادى الاستقالة او تقريبا للعديد من لواءات الشرطة قبل هذه الفترة او في اثناء الفترة الاخيرة، حوالي 350. ايوه حضرتك ده الاستاذ مختار هو بيقول لك في مقصلة تعرضت لك. انت حضرتك الملف الديني في امن الدولة ده حله، ده المشكلة، ده اللي عمل لك احداث سيناء كلها. الناس يعني اللي كان ماسك الملف الامن بتاع الديني ده في امن الدوله السابقه اللي هو الامن القومي، ما هو ده اللي تبعياته ايه اللي حصل اللي انت شايفه في العريش. الناس كانت متوليه ومحكمه قبضتها عليه. لكن ده برضه هيقلقني كسياسي. انا جالي بصيص من الحريه والديمقراطيه جميل جدا، عايز تحافظ عليه. عايز احافظ عليه، مش عايز ارجع للدوله البوليسيه. يعني انا برضه عايز ارفع في نفس الوقت ارفع من كفاءه الشرطه، وفي نفس الوقت معلش في الكلمه ما يرجعليش امن الدوله بكثرته. عشان اتعين في قناه 6 لازم يكون عندي موافقات امنيه كذا، عشان اتعين في البترول لازم يبقى في موافقات امنيه في كذا. انا مش عايز التجاوزات الحمقى اللي هي كانت موجوده الاول، وانت كنت شغال على السمعه. الناس كانت الامن محفوظ في مصر لان كانت الناس تهاب الشرطه، لكن جت الاخوان المسلمين اسقطت هيبه الشرطه. انت بتستعين دلوقتي بمين؟ اللي بيروح عند المحافظه بالبلطجيه، اللي بيحافظوا على الامن. على اي اساس؟ انت بتعمل ايه؟ ايه العك ده؟ ايه مين الناس دي؟ انا دلوقتي معدي رايح الاستاذ مختار اجيبه عشان يجي، فقدام نادي طنطا لقيت لك مجموعه من البلطجيه بعيده تماما عن الثوار، واقفين هم اللي بيحملوا المحافظه. باي منطق؟ انا عايز اشوف رجل الشرطه في الشارع ارفع له الشابوه كده لما ينفذ القانون ولما يشتغل. انت هتجيب احترامك بنفسك. واضف لكده ان في سلوك برضه عند الشعب، يعني احنا لازم نرفع من ثقافه المواطن ترجع تاني ان رجعنا لدوله مؤسسات. طب احنا شفنا بالامس تم تدعيم العديد من محافظات الجمهوريه بقوات من الجيش. قريتها ازاي؟ دي انا قريتها انه دعم مادي ومعنوي ملموس للجيش يشكر عليه بيقدمه لجهاز الشرطه للمساعدة في انه يحافظ على امن البلد. أيوة. ده دليل تاني بيأكد ان الشرطة فعلا زي ما اتفضل الاستاذ عبد العزيز قبل كده وقال ان الشرطة عندنا جهاز الشرطة ما زال يعمل دون كفاءته الكاملة. يمكن نختلف في حتة النسبة، هو قال 40%، يمكن انا شايفها اكتر شوية، ولكن انا بشوف ان الشرطة لازم ترجع فعلا تاني، ترجع لها هيبتها. الايدي المرتعشة للشرطة ما تنفعش. بالإضافة إلى كده في عملية الشرطة تكوين جهاز الشرطة، أنا عاوز جهاز شرطة انتمائه للوطن مش انتمائه لنظام. انا اتمنى زي ما قلت لحضرتك فعلا بس ما ترجعش انها تدور على رخصه توقف الناس في الساعات في عز الحر، في عز الحر تدور على رخصه. انا بقول شرطه وطنيه تكون متوازنه للوطن. اقول لحضرتك بمناسبه حزب الوفد اللي احنا ننتمي ليه، احنا كان وزير الداخليه ورجل مدني حقوقي كان فؤاد باشا سراج الدين. احنا لحد سنه 52 في حكومه الوفد لم يسجن مواطن مصري او لم يمكث مواطن مصري داخل قسم الشرطه اكثر من ساعه بدون توجيه. طب خلينا الحق يقال ان كتير من الساده المواطنين
بيقولوا لنا فين الأحزاب موجودة في هذه المحنة، فين الرؤساء اللي كانوا مرشحين لرئاسة الجمهورية في هذه الفترة. لا احنا شايفين رؤساء ولا احنا شايفين قيادات حزبية متواجدة في هذه الفترة. ان من المفروض ان الأحزاب يكونوا موجودين يحافظوا على الأماكن العامة، المنشآت، يعملوا مصالحة وطنية، يكون لهم دور في هذه الفترة، في أصعب فترة. ولا بعد لما الموضوع ينتهي نبدأ نشوف رجال الأحزاب جايين بالصورة الجميلة المبتسمة وهم جايين يكلموا عن الحزب بتاعهم؟ لا، اولا انا بختلف مع التوجه ده او التساؤل ده لسبب واحد. الاحزاب من فترة طويلة، من يمكن من قبل 30 يونيو، من اول ما بدأت فكرة الدعوة لحملة تمرد، اتفقت فيما بينهم على انهم هيمارسوا العمل السياسي والمعارضة بتشكيل، لما تشكلت جبهة الانقاذ، ان بينهم وبين بعضهم يتناسوا ولا ينزل اي حزب في اي تظاهرة باسم حزب. يعني احنا كنا في حزب الوفد كنا بننزل المظاهرات بدون اسم حزب الوفد، بس الناس حاسين بيكم، الناس عارفه الناس وحاسين من الشعارات اللي بتتقال، وعارفين ان الوفد نازل، لانه كان في معظم المظاهرات كان بيقودها رئيس الوفد او سكرتير عام الوفد. احنا مقدمين 3 مليون نتكلم على بعض المحافظات اللي في الدلتا، دمياط مثلا او المنصوره مثلا، حاسين ان في حزب موجود اسمه الوفد في دمياط. بالعكس، ده مش حاسين بيه. حزب الوفد في دمياط متواجد، بس الناس مش المواطنين في دمياط مش حاسين ان في حزب وفد موجود في دمياط. في فترة الشهرين الاخرانيين، 3 دول الاخرانيين فعلا، لان ما كانش في حزب بيرفع اسم حزبه، ولا الاحرار الدستوريين ولا الاحرار المصريين ولا حزب الدستور ولا حزب الوفد. انا هدي لحضرتك مثل، احنا في حزب الوفد طابعين تيشيرتات، عاملين تيشيرتات، يمكن الاستاذ عبد العزيز شافها، حاطين عليها شعار الوفد، وكاتبين، مش كاتبين عليها الوفد، وكاتبين عليها من تحت انا مصري. بالظبط، شعار الوفد الهلال والصليب. بس بيني وبينك المواطن المصري مع خلاص حته التيشيرت والكلام ده ماله خلاص، مش عايز حاجه عايز حاجه. انا عاوز اوري الشباب اللي نازل يحمي المديريه الامن، ونازل يحمي المحافظه، ونازل يعمل لجان شعبيه، ونازل يحمي الكنيسه، لابس التيشيرت ده. بيبان من التيشيرت ده حاجه، رساله واحده، ان في منظمات حزبيه او مؤسسات حزبيه. ليه حزب الوفد زي ما انت بتقول للناس لابس تيشيرت؟ ليه ما هو بدل ما يبقى هو لابس التيشيرت، ليه ما يكونش الوفد في قلبه مش لابسه بقى مش على الصوره؟ انا اتمنى ان يصل الى الرساله، انتقل الى جزئيه اخرى. الرساله حضرتك الهلال مع الصليب لما يبقى واقف عند الكنيسه بتوصل رساله. امبارح كان بالامس كان في اتصال، عملنا اتصال مع الاستاذه سياده المستشار تهاني الجبالي، وطلبت رساله من رئيس الجمهورية المؤقت بتطالب فيه ان هو حل جمعية الاخوان المسلمين. وبالتأكيد والنهاردة طلع قرار من رئيس مجلس الوزراء لوزير التضامن الاجتماعي بالعمل على حل جمعية الاخوان المسلمين. رأيك في هذه الجزئية ايه؟ اسمع من حضرتك وسيادتك. وطبعا ده انا كنت لسه بقول الكلام ده قبل ما هي تقوله الاستاذه تهاني الجبالي، وكنت بستشهد بالحزب النازل، بس يمكن وصل بسرعه من الاستاذه تهاني الجبالي يعني رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء. لا، والقرار يمكن احنا مشيرينه على النت من امبارح. زميلنا السيد موسى في امريكا كتب الكلام وقال القرار فعلا بيتم تجميد جماعات الاخوان المسلمين كلها كجماعه، كلها مش الجمعيه بس، ومصادره اموالها وكده، ومراجعه افكارهم بقى، لان اذا عايز تمارس سياسه تعالى بقى راجع افكارك، ومش تستتيب بقى، تشوف يعني ايه، شوف القانون. انا عايز اتكلم قانونيا، عشان انت اكيد لهم اموال بره، مش ممكن ان انت تاخد هذه الاموال الا لازم يكون في سند قانوني. هل السند بالقانون لما يكون في جمعيه بترتكب اعمال اجراميه في هذه الجمعيه لو قانون طلع؟ انت كده تمام. انت حضرتك الجمعيه اللي بقى لها 80 سنه لها 80 فرع في دوله في العالم بالظبط، استحاله واتحدى انه يديرها محمد البلتاجي وعصام العريان. الاثنين دولت اللي احنا شفناهم بيتكلموا مش عارفين يتكلموا، ولا محمد مرسي هم اللي بيديروا الجماعه دي. لا، في كيانات دوليه بترعى الجماعه، لازم نراجع اموالها ونشوفها بتنفق فين. في جمعيات هنا كتير خيريه كتير جدا، صرف على الايتام والكلام ده. احنا مع مواطن فقير، فانت ازاي وبعد كده تستغله سياسيا؟ بس هم قدروا ينتشروا. ما هو حضرتك هم منتشرين، بس بينتشر بايه؟ من خلال المال. انت حضرتك بتقدم لي وجبه، بتقدم لي زيت وسكر، بتقدم لي خدمات عينيه في مستشفيات، في قطاع هندسي كبير جدا، في شركات، في كيانات. ما فيش خدمات للمستشفيات شفناها. في كيانات، لا، في كيانات ماليه ضخمه موجوده في مصر
بتنتمي للاخوان المسلمين، هم عندهم مستشفيات لازم خاصه بيهم. لازم تتتبع دوت وتشوف الناس ديت والفلوس اللي داخله ديت ومين اللي بيرعاها بره ومين اللي بيرعاها جوه. انا لو جيت حضرتك ربطت لك الشق اللي احنا بنتخصص فيه او بنتكلم فيه الاعلام. انت محاسب سيادتك، قلت لي ان انت محاسب. أيوة. وطبعا بالطبع ان لازم خلال هذه الفتره ان هم اكيد هم اذكياء طائف في هذه الجزئيه بالذات، هيتم تحويل هذه الاموال الى العديد من الدول الاجنبيه او الدول العربيه. الموقف المالي وسيادتك محاسب، انا اعتقد ان هو المفروض تكون الدولة انتبهت لهذا الامر وجمدت حساباتهم، بدليل ان هي من فترة بس لازم قرار، لازم بقرار من النائب العام وقفت وجمدت ارصدة حوالي 14 او 15 شخصية من اشخاص الاخوان كجمعية كالاخوان جمدت اموالهم في البورصة. ده كان اشارة لان الدولة منتبهة لهذا الامر، ان الدولة ولما يصدر قرار حل جمعية الاخوان المسلمين ده لازم يستتبعوا قرار كجمعية. بص يا باشا، هيتعرف انه لو صادر اموال، اصل الجمعية دي شخصية معنوية. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حسن مالك وخيرت الشاطر والخير زمان ده على المستوى المحلي. لا انا بكلمك الاسماء اللي موجوده، الاسماء دي كلها مجرمه دلوقتي ومطلوبه امنيه حضرتك. لا اصل قلت اعلان في هذه الكلمه مش عايزين نتحاسب. لا انا بقول لك خلاص، ما انت خلاص بتعلن على الكيانات الماليه اللي موجوده كمان وبتوقفها. ده كلها مطالب توقيفها حضرتك ومراجعه حساباتها والكلام ده. انا بقول لحضرتك ناس غير مؤهله ماليا. بتشوف الناس دي بتتحكم في كيانات ماليه ضخمه، لا نراجع نشوف الفلوس دي جايه منين وراحه فين. لان احنا الملف ده لازم يتاخد بمهنيه وحرفيه وتكون الناس يعني يتبع الفاتوره الحرائق اللي تم اتحرق. يعني شفنا مصر كانت بتحترق خلال بتحترق بايه بقى؟ الفاتوره المواد الكيماويه انت هل الفاتوره يعني احنا شفنا عميد كليه الهندسه قال ان علشان ارجع كليه الهندسه تاني عايز 10 مليون جنيه. هل ال 10 مليون جنيه او كل الخسائر اللي تمت على خلال اليومين اللي فاتوا خزانة الدولة هي اللي هتدفعها؟ احنا حاسين ان مصر ما بتلحقش ترفع راسها، حاسين ان هي فعلا مجهدة جدا. الساعة اللي هي بترفعها، ساعة ما بترفع راسها بتحس ان في ازمات قوية وده مستهدف على فكرة. ده مستهدف. مين هيدفع الفاتورة؟ المطلوب مين يدفع الفاتورة الحرائق في هذه الفترة؟ اموال الجماعة تعوض بعض الخسائر. بعض الخسائر؟ طبعا ما تعوضش كل الخسائر. لا ما تعوضش كل الخسائر. ليه؟ تعوض بعض، لان انا شايف الخسائر اللي حصلت. شارع النصر لوحده اللي هو اللي فيه منصة بتاعت العرض العسكري، البلاط اللي اتقلع من هناك، البلاط اتحسبت تكلفته حوالي 20 مليون جنيه. 20 مليون جنيه البلاط اللي في منطقة شارع النصر ومنطقة رابعة. البلاط اللي اتقلع عشان يعملوا بيه متاريس الاخوان في الاعتصام بتاعهم حوالي 20 مليون جنيه. لذلك بقول لحضرتك اموال الجماعه تصادر، يتم مصادرتها لصالح خزينه الدوله تسد جزء من الخسائر. اما بالنسبه لاموال الجماعه في الخارج كل الخسائر، الجزء الباقي مين هيدفعه؟ يعني احنا شايفين ان في الخسائر كبيره جدا. شايفين سيارات التلفزيون يعني استباحه من احدى القنوات الفضائيه المصريه انها تستخدمها. طب ليه ما يترفعش قضايا على هذه القناه اللي استخدمت هذه السياره وفعلا يجاب حق هذه السياره من القناه؟ استغلال نفوذ حضرتك ومعمول صراحه مقصود محاضر في قسم الشرطه بسبب الجزئيه دي بالذات. وعلى القناه اللي استغلت هذه السياره وتم حرق هذه السيارة. في نقطة أهم كمان، في نقطة مهمة جدا لازم ننتبه لها. لازم النهاردة نسعى لأن احنا نرفع اسم الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية دوليا. احنا لو قدرنا نرفع اسم جماعة الإخوان المسلمين ونضيفه لقائمة المنظمات الإرهابية هنقدر كل أموالها في الخارج هتتصادر وهتتجمد. وده إجراء لازم لابد من القانونيين يبحثوا له عن حل ويبدأوا فيه من، مش هقول من النهاردة، يبدأوا فيه من امبارح. بالحس السياسي انت شايف ان حالات الحرق المستمرة من قبل الإخوان المسلمين هل هتستمر وقت قد ايه؟ هل النهاردة وبكرة وبعده ولا الوضع ازاي؟ انت شايفه ازاي؟ اسمح لي يعني في عجالة هجاوب على حاجتين في اللي فاتوا. بالنسبة للأحزاب السياسية حضرتك كنت بتتكلم في حزب الوفد امتى هيرجع المشهد السياسي وانت كنت بعيد. احنا طلعنا من أمن الدولة على ايد حسني مبارك 30 سنة
مهمشين ومنغلق علينا وكنا ممنوع عننا ممارسه العمل السياسي. خلاص ما بعد الجامعه، ما هو عشان ما انا مش جاي عشان اسوق صوره الورد كده. لا، ما انا بقول لحضرتك احنا عارفين ان بقالنا كمان 30 سنه الانتكاسه اللي احنا تعرضنا عليها كانت ليه؟ لان احنا كنا مغيبين بعيد عن الجامعه، بعيد عن المصالح الحكوميه. ما فيش كوادر حزبيه. ما نقول دخلنا على حمله تكفيريه للاخوان المسلمين. ما فيش كوادر حزبيه اتربت في هذه الفتره، في الفتره اللي موجود فيها الرئيس السابق حسني مبارك. الجانب اللي بعده هل انتوا بقى بتربوا كوادر حزبيه؟ ما احنا بنربي خلاص بعد الثوره ربيتوا كوادر حزبيه. بنربي كوادر حزبيه حضرتك، لكن مش مطلوب منها انها تنزل الشارع تعمل لجان شعبيه، او مش مطلوب منها انها تحمي منشآت، لان الحزب ما هو الا يحمل رؤى وافكار. ما دون ذلك اي شيء ملموس يبقى احنا بنقدم زيت وسكر زينا زي الاخوان المسلمين. لا ما قلناش انا مش عايز اقدم حاجه عينيه او حاجه ماديه، انا ما املك الا الورقه والقلم. ده الحزب السياسي، الى ان تاتيني السلطه التنفيذيه ابدا انفذ افكاري من خلال التنفيذيه. تلك هي الاحزاب تسعى الى الحكم. رديتوا كوادر تقدر تنزل انتخابات خلال الايام الجايه مع مجلس الشعب جاي خلال الايام الجايه، هل قدرتوا تربوا كوادر حزبيه تقدر تخوض العمليه الانتخابيه؟ اعزائي المشاهدين الليله فاصل ونرجع نستكمل لقائنا حول هل الاحزاب السياسيه خلال هذه الفتره وامامنا خلال الايام الجايه سواء شهرين او 3 أو 4 شهور في انتخابات برلمانيه، هل هم قادرين او هم ربوا كوادر حزبيه؟ فاصل ونرجع نستكمل لقائنا مع ضيوفنا.